أنا مش حاسس إن ربنا معايا. عمرك جربت إحساس إنك تصحى من النوم مزاجك مش رايق وعندك صداع، ومجرد ما تشم ريحة القهوة تحس إنك أنت اتبسطت ومزاجك رايق؟ عشان كده ما ينفعش نبني علاقتنا مع ربنا على حاجة متقلبة ومش ثابتة زي مشاعرنا. علاقتنا بربنا لازم تكون مبنية على معرفة حقيقية بيه، مبنية على وعوده في الكتاب المقدس وثقتي فيه إنه بيحقق وعوده، وإنه مش بيتغير أو بيرجع في كلامه. يعني لو جالي إحساس إن ربنا مش معايا، ما ينفعش أستجيب للإحساس ده، لكن لازم أرجع بسرعة لكلامه في الكتاب المقدس وأشوف هل هو فعلا سايبني أو نسيني، ولا دايما بيوعدني إنه معاه. ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. لما أحس إني خايف، أنتهر الإحساس ده وأفكر نفسي إزاي إلهي دايما بيطمني بوعوده المتكررة. زي مثلا لما قال لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، أيدتك وأعنتك بيمين بري. على فكرة، ربنا قال لا تخف أكتر من 300 مرة في الكتاب المقدس. لما الشيطان يحاول يضحك عليا ويحسسني إني مش محبوب من ربنا، ما ينفعش أصدق الإحساس ده، لكن أقول له أنت كذاب. إلهي قال لي محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة. المسيح نزل واتصلب عشان يرجعني لحضنه، ولو كنت الوحيد على الأرض كان هيتصلب عشاني برضه لأنه بيحبني. يا ريت من النهاردة نبطل نبني علاقتنا بربنا على مشاعرنا، لكن نبنيها على معرفة حقيقية وثابتة، معرفة بإلهنا الحي اللي مش ممكن أبدا يتغير. يسوع المسيح بيخبط على باب قلبك، لو عاوز تتعرف عليه تعالى واشترك في جروب التليجرام. نعمة وسلام ربنا يسوع المسيح يكونوا معاك دايما.